طبعا احنا لسه في معبد مدينة هابو، معبد تقليد ذكرى الملك رمسيس الثالث. وطبعا أجدادنا المصريين القدماء كانوا يحبوا دايما يأرخوا على جدران معابدهم. ده عبارة عن سيرة ذاتية. يعني بالنسبة للمقابر الملوك، مفيش هناك في مقابر الملوك رسومات سيرة ذاتية حياتية يومية، مفيش. كل المناظر جوه مقابر الملوك كلها مناظر دينية، كتب دينية. الملك ويتقدم يقدم القرابين للآلهة. لكن بالنسبة لمعابد تخليد الذكرى، فهي فيها السيرة الذاتية لمين؟ للملوك. السيرة الذاتية يعني الملك ايه؟ لما يجي بعد ما يموت وينتقل للعالم الآخر، روحه هتجي تتذكر الكلام ده. لكن بالنسبة للنبلاء، النبلاء مقابرهم هناك فيها جزئين: جزء للدفن، وجزء كان يرسم عليه السيرة الذاتية بتاعته علشان الروح بتاعته. ليه؟ لأنه النبلاء ما لهمش معابد جنائزية، المعابد الجنائزية للملوك. يبقى النبلاء ايه بقى؟ النبلاء بينقشوا السيرة الذاتية بتاعتهم على جدران مقابرهم. طب ايه المنظر اللي قدامنا ده؟ ده الملك رمسيس الثالث، واحنا في الفناء الاولي بتاعه اهو، وتماثيله من الناحية التانية في معبد هابو بعد انتصاره على الليبيين هناك. طبعا بيقدمهم هدية اهو، ربطهم ايه؟ صفوف. ونرجع تاني في موضوع الربط، ربط العدو لما يكون خلف الملك، لانهم جايين وراه بيسخهم ايه؟ المؤاخذة زي ايه؟ زي البهائم.